باش نصايبوا هاد الغريبه في الضرب واحد المكونات الاقتصاديه لواحد الدرجه اللي كبيره. تبع معايا باش نوريك الطريقه. والاهم من هادشي انك كيجي فيه واحد الكميه اللي كثيره تقدروا انكم تعطيوها للوليدات ديالكم اللي يجيو من المدرسه ولا الضياف ديالكم. تبع معايا ودير واحد الحركه ديال الاكسبلور وخلي واحد الكلمه ديال تختار حتى شي حاجه وشي دعوه ديال الخير. بالنسبه للمكونات انا نحتاج 250 غرام ديال الزبده، غادي نزيدوا عليهم 2 كيسان ديال السكر، غادي نعطيكم العبار بالكاس ديال العنبه. غادي نخلطوا المكونات كما كتشوفوا سواء بالعجانه سواء باليدين ديالكم. غادي نزيدوا هنايا 2 كيسان ديال الزيت. كنحاولوا اننا نخلطوا مزيان حتى انه كيتجانسوا مع بعضياتهم وكيعطيو هذا القوام هذا كما كتشوفوا في لا فيديو. من بعد الاخوان كنزيدوا 80 غرام ديال النشا. هنا الاخوان ضروري انكم تخلطوا مزيان وتزيدوا معها الاخوان ساشي كما كتشوفوا ديال الفلو ديال الشوكولا. من بعد الاخوان كنخلطوا مزيان على هذا الشكل هذا حتى ان الخليط ديالنا كيولي على هذا الشكل. هنا نزيدو 100 غرام ديال الكوك اللي هي كاسه الاخوان ديال العنبه. كنخلطو مزيان على هذا الشكل هذا. وهنا الاخوان كنزيدو الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نزيدو شويه بشويه وغادي نزيدو معاهم الاخوان خماره ديال الحلويات القيمه ديالها 12 غرام اللي هي ساشي ونص. من بعد الاخوان هنا غادي نزيدو الدقيق شويه بشويه على حسب النوعيه ديال كل واحد. كاين الدقيق اللي كيشرب بزاف وكاين الدقيق اللي شويه. كنخلي لكم الاخوان نتوما تبقاو تزيدوا شويه بشويه حتى يعطي لكم هذا القوام كما كتشوفوا في لا فيديو. فهنا الاخوان كنكونوا وصلنا للنتائج اللي حنا بغيناهم كما كتشوفوا. ملي نوصلوا لهاد القوام هذا عرفوا بان العجينه ديالكم راه واجده. هنا كما كتشوفوا كنحاولوا اننا نديروا دواوره كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وكنحاولوا اننا نديروهم في السكر كلاصي بهذا الشكل كما كتشوفوا. ونحاولوا اننا نديروهم السكر كلاصي ونحطوهم في اللاطه ديالنا. هنا كنديروا لهم فتيحات من الفوق كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. من بعد الاخوان كندخلهم للفران على درجه الحراره 180 درجه ونخليهم انهم يطيبوا الاخوان من الفوق والتحت. اول حاجه كنشعلوا لهم من الفوق واحد 2 دقائق. من بعد نشعلوا لهم من التحت. وهذه هي النتيجه. وإلا عجبك لا فيديو خلي واحد الكلمه تخسر حتى شي حاجه. شي دعوه ديال الخير شي مره جا نخليك فيديوهات اللي هي جديده.